تؤذوني في صقر قريش يا جماعه. انت يسعد صقر قريش. لا تؤذوني فيه، مش حابب تحاورنا وياه. لا، صديقي سعيد ابو اليزيد بجانب صقر. كيف بدكم تساووا فتنه بيني وبينه هسه؟ كيف الله تساووا فتنه؟ سنصنع فتنه بينك. سجاد، كن منصفا بين الاثنين وسأتدخل عند الحاجه. ما هذا شغله بالاثنين، هم بعد هم اصحاب منصه. اعطوا وقت، ولكن انا سابدا الحوار حتى افهم لك المساله كيف تتم، وسانقل الالزامات. صقر قريش 3 دقائق، تفضل. انتظر قبل الانطلاق. اتفقوا على الموضوع من هو الافضل. ابو يزيد، انت سلفي صحيح للمستمع، انا اعرفك للمستمع، انت سلفي صحيح؟ انا سلفي، لكن حواري الحديثي على مبانيهم معهم. نعم. انت تعتقد بان علي بن ابي طالب يعني خليفه رابع ام لا؟ نعم. اذا انتهى الامر. الان من هو الافضل، علي بن ابي طالب ام معاويه بن ابي سفيان؟ هذا الموضوع بينكما. صقر قريش 3 دقائق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية. أما بالنسبة الأفضلية فوالله يعني من الذنب الكبير أن أقارن علي بمعاوية. فمعاوية رضي الله عنه الفاتح العظيم الذي فتح 60 غزوة صائفة وشاتية وغزوة بحرية وغزوة برية في سبيل الله. أنا ممكن أقارن علي بزوجة معاوية. زوجة معاوية السيدة فاختة رضي الله عنها شاركت في غزوة قبرص البحرية. لا خلي أكمل. توقف. قال الله تعالى، خلي أكمل الآية، ما كمل. لا والله لا. صقر قريش قال تعالى بس آية أكمل الآية. لا انتظر صقر قريش. أنا صعدتك قلت لك الشرط عدم التجاوز. أبي طالب انتظر. رمز لمليارين من الناس. والله ما تجاوزت يا أستاذ عبد الله. لا هذا تجاوز عندي أنا. تجاوز. قال تعالى بس اسمع الآية، فضل الله المجاهدين على القاعدين. هذه الرواية. انتظر يا صقر قريش أرجوك، أنت تعرفني وتعرف ما وقع في حقائق الأديان، أرجوك. طيب فلا تخرب حتى بتي هنا. هذا بتي فيه الشيعة والسنة وكلهم. أحسنت أستاذ. أنا بس أقول لك وجهة نظر. أعطي آية بس، أعطي آية. اسمع يا أخي، اسمع. هذا آخر تنبيه لك. فضل الله المجاهدين على القاعدين. يلا، فضل الله المجاهدين على القاعدين. أنا هذا كان قصدي، إنه السيدة فاختة جاهدت في سبيل الله، علي لم يجاهد. هذا الموضوع ترى آية قرآنية يدل على الجهاد. يلا، فالسيدة فاختة جاهدت في سبيل الله. فيني أرد عليه بالله لو سمحت؟ خليه يكمل. أستاذ عبد الله، فيني أرد عليه بس نص دقيقة ممكن؟ خليه يكمل يا عبد الله. الموضوع بينه وبين ممكن تعدي الوقت أستاذ عبد الله ينقطعني. الإمام علي شو هالكلام هذا؟ ممكن تعدي الوقت الله يحفظك. علي يلا، معاوية أفضل من علي. يلا، حق على معاوية. مو تريدون معاوية؟ ما حترك السيدة فاختة أجيب لكم معاوية رضي الله عنه أفضل من علي. بس عندي الوقت أستاذ عبد الله ينقطعني. سأضيف لك دقيقة، تفضل. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. فنحب أن نبين أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أفضل من علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن معاوية جاهد في سبيل الله 60 غزوة بين صائفة وشاتية وفتح وغزوة بحرية. علي بن أبي طالب إنجاز صفر منذ غزوة تبوك، لا يقدم أي شيء للإسلام. بل إن علي بن أبي طالب هل علي خليفة رابع؟ لا. هل علي خليفة راشد رابع أم لا؟ خليفة راشد. من الرشد مهم. هل علي كان خليفة راشد؟ لا. وأين الرشد في خلافة علي وهو قتل الصحابة؟ صحيح البخاري 3772 عندما حرض أهل الكوفة لقتال الصحابة. وأين الرشد في خلافة علي بن أبي طالب وهو حرق الصحابة؟ صحيح البخاري 7078. هل رسول الله حرق الصحابة؟ جواب أبو يزيد. أعطيني، أتحداك إنه رسول الله حرق مسلم أو رسول الله قتل مسلم. إذا ما عندك، إذا علي خلافته ليست راشدة. يعني هذا حوار، هذا جزء مهم. لا أسأل ليش تقاطعني؟ هذا مش حوار، أنا ما أحاوره بالطريقة. ما ليش؟ لأن أسئلة موجعة. أعرف أنت تفكرني زي العاهات اللي بتحاورهم. والله ما تقدر، لا أنت ولا غيرك. أنا سؤالي أنا والله سألت يا أستاذ عبد الله، مو بنطاق الأدب، مو قلت لي التزم والتزمت. أنا بحاورك. أنت شو شايف نفسك أبو يزيد؟ والله العظيم أضعف محاورة أنا شايفه. أنت شايف نفسك صحيح. عند الرافضي تصير ناصبي، وعند النواصب تصير رافضي. الآن حر. أنا حر. أنا هذا أسلوبي. أنا شيعي معاكو ما عندك عقيدة. ما عندك عقيدة كحل حنابلة. أنا رجل هيك بجي واسلك عشان ما أنت مقاطعني. كم مرة صار يا أستاذ عبد الله؟ يلا خذ دقيقة، لك دقيقة أخرى. يلا الآن انتظر أبو يزيد، خذ دقيقة أخرى، تفضل. علي بن أبي طالب قتل الصحابة. صحيح البخاري 3772 عندما حرض أهل الكوفة لقتال أم المؤمنين وقال أنها عاصية.
وكذلك فإن علي بن أبي طالب حرق الصحابة. صحيح البخاري 7078 عندما قامت جارية بن قدامة قائد جيشه بحرق الصحابي عبد الله بن الحضرمي وهو حي، لكي نثبت أن علي خليفة غير راشد. أتحدى أبو يزيد أن يأتيني أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حرق مسلما أو قتل مسلما، أتحداه، وإذا ما أثبت معناه عن خليفة غير راشد. أما الرواية الثانية جاب رواية وقال إنه ألم تبايعاني؟ سؤال يا أبو يزيد، لما قال طلحة والزبير لعلي نطالبك بدم عثمان، كان مطالبة بالقصاص أم بتسليم القتلة؟ أجبني، مطالبة بالقصاص أم تسليم القتلة؟ أجب. يلا هات 3 أسئلة خليه يجاوبني. انت وقت صقر قريش. شو هذا؟ انتظر ابو يزيد انتظر. كم موضوع فتح؟ انتظر ابو يزيد، كم موضوع؟ ارجوك انتظر. استاذ تسمعوني؟ اسمعك. الان استمر في التنظيم وفي الاداره، انا عندي شغل، استمر بينهما وانت مسؤول عن كل شيء. ابو يزيد دقيقه، خذ 3 دقائق لابو يزيد المحترم. تفضل استاذ ابو يزيد، اكتب استاذ صقر قريش، تفضل. طيب الآن هو قال الأفضلية بالفتوحات الإسلامية، صح؟ يا صقور افتح الصوت معي. صقور افتح الصوت. الأفضلية بالفتوحات، صح؟ تفضل صقر رد علي، تفضل. بالجهاد على القعود. أحسن. الأفضلية بالفتوحات الإسلامية وفتوحات البلاد. بالجهاد على القعود، انتبه. صح؟ الجهاد على القعود. الفتوحات جهاد ولا لا؟ اي الفتوحات على القعود، اللي جاهد مو مثل اللي قاعد. يلا كم معركة جاهد بها سيدنا معاوية؟ 50 معركة؟ 50 خلال فترة حياته. 60 بين الصايفة وشاتية وغزوات. أحسنت. أبو بكر الصديق كم غزوة شارك؟ أبو بكر الصديق قاعد شبه جزيرة العرب كل الإسلام جاهد، وعلي كان قاعد. تفضل. يعني كم معركة جاهد أبو بكر الصديق؟ الجهاد على القعود، انتبه، ليس العدد، الجهاد على القعود. يا حبيبي كم معركة جاهد بها أبو بكر الصديق؟ غزوة اليمامة وكل الغزوات، وغزوة الكاظمة وكل الغزوات اللي عاد بها شبه جزيرة العرب إلى الإسلام. معاوية أفضل من أبو بكر؟ معاوية أفضل منه لأنه جاهد أكثر منه. أبو بكر له السبق والجهاد. أحسنت. يعني اللي له سبق حتى لو جاهد أقل يكون أفضل، صح؟ لكن بشرط جيب لي علي إنه جاهد بعد تبوك. يلا تفضل. استنى شوي. الذي يسبق حتى وإن جاهد أقل من الذي لحق به بعد الفتح مثلا أو في أي وقت، هذا لا يلزم أنه يجاهد أكثر علشان يكون أفضل. السبق أفضل حتى وإن جاهد أقل، صح؟ غلط، لأن أعمال بخواتيم وعلي كان من القاعدين. خلاص غلط. إذا معاوية أفضل من أبو بكر يا جماعة، صح؟ استدلالك خاطئ يا أخي. شلون أنت قلت الأفضلية بالأسبقية مش بالعدد؟ السبق زائدا الجهاد. علي كان قاعد، علي لم يكن مجاهد، علي كان قاعد. أبو بكر كان مجاهد الآخر يوم بعمره. خلاص أبو بكر الصديق كان ميت، مش أبو بكر كان مجاهد الآخر يوم بعمره. علي كان قاعد. خلاص معاوية أفضل من أبو بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق معاوية جاهد ب60 غزوة، وأبو بكر الصديق ما جاهدش ب10-20 غزوة. وإذا إما أن يكون معاوية أفضل من أبو بكر، أو تكون الأفضلية بالأسبقية ليس بعدد الجهاد، وعلي أفضل من معاوية. شو تختار؟ يلا تفضل. شو تختار؟ علي أفضل من معاوية ولا معاوية أفضل من أبو بكر؟ شو تختار؟ ها؟ استدلال خاطئ. يلا نبدي. أعطيني وقت يا أستاذ كابوس. قال تعالى. حبيبي كابوس تفضل يعطيك وقتك، تفضل رد. أرجو ما يقاطعني إلا لما أطلب. قال تعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الآخر يوم حياته يجاهد في سبيل الله ويرسل الغزوات في سبيل الله. عمر بن الخطاب كذلك، عثمان بن عفان كذلك. علي بن أبي طالب من غزوة تبوك وقاعد بالبيت ما يسوي شيء. علي بن أبي طالب قاعد بالبيت. فلهذا معاوية أفضل، لأن معاوية الآخر يوم بحياته وهو يجاهد في سبيل الله ويرسل غزوات في سبيل الله. أتحداك أنه علي أرسل غزوة في سبيل الله، بل بالعكس أنه علي بن أبي طالب كان سيفه فقط ضد الصحابة وأمهات المؤمنين. الآن سؤال أبو يزيد،
افتح المايك. ابو يزيد، هل قتل رسول الله مسلما؟ لا. شكرا. هل حرق رسول الله مسلما؟ امر بحرق المسلمين. بعدها لا، بعدها ترك هذا الشيء. حرق، انا سؤالي حرق ام لم يحرق؟ امر بالحرق وبعدين نهى عن الحرق. احسنت، نهى. من نهى حرق مسلما بعدها؟ لا، لانه نهى. احسن، شكرا شكرا. اذا ابو يزيد اثبت انه علي بن ابي طالب لم يكن خليفه راشد، لان رسول الله لم يقتل مسلما، رسول الله لم يحرق مسلما، بينما علي بن ابي طالب قتل مسلما. صحيح البخاري 3772. علي بن ابي طالب حرق مسلما. صحيح البخاري 7078. اذا علي ليس على منهاج النبوه. شكرا يا ابو يزيد. سؤالي الثالث جدا مهم. طلحه والزبير رضي الله عنهما لما قال لعلي نطالبك بدم عثمان، أكان منه رغبة منهما بتسليم القتلة أم بإقامة القصاص؟ جاوبني. بإقامة القصاص. أحسنت، شكرا. أنت أسقطت خلافة علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب لم يقم حدود الله، وأنت طلعت علي بن أبي طالب من الملة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في محكم تقول الرواية، قال طلحة والزبير لعلي نطالبك بدم عثمان، فقال علي ليس عندي دم عثمان. أي علي قال لهم أنا ما أقيم القصاص. شكرا، لأن أنت طلعت علي بن أبي طالب من الإسلام. تقول الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شكرا يا أبو يزيد، أنت طلعت علي من الإسلام. فطبعا معاوية أفضل، لأن معاوية مسلم مؤمن بينما علي كافر. شكرا يا أبو يزيد. أنت وقعد بمصيدة الصقر. تعرف شنو مصيدة الصقر؟ ما ترحم. فأنت طلعت علي من الإسلام. هاي 3 أسئلة الحمد لله جاوبها. أعتقد المناظرة انتهت. أما الرواية اللي كان جايبها هو أثبتها ضده. هالرواية أنا أعرف شلون أستخدمها ضده. اللي جابها وأنه هو قال بتبايعاني، هي بايعة مكرهين، وبالأخير أنت أثبتت أنه علي لم يقم حدود الله. خلاص علي طلع من الإسلام. طيب انتهيت الآن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يا جماعة أبو العزيز، تفضل أبو يزيد، لك حق الرد، تفضل. أول شيء أنت قلت إنه رسول الله لم يحرق الناس، أو رسول الله أمر بالحرق بعدين نسخ الحكم. سيدنا علي بن أبي طالب ما كان يعلم إنه الحكم النسخ، وابن عباس قال هذا الشيء، قال لو كنت أنا لم أفعل لنهي رسول الله. هل كل شيء يتكلم به الرسول يعلم الصحابة؟ لا، ممكن شيء يتكلم فيه النبي ما يعلمه. مثلا المتعة، في صحابة تمتعوا بعهد سيدنا أبو بكر، لما أجى سيدنا عمر ونهى عنها وذكر أنه النبي نهى عنها، ما بعدين علموا أنه المتعة ما كانت موجودة. وكذلك الحرق. هذا واحد. 2، أنت قلت لم يحكم بما أنزل الله. طيب بدي أسألك سؤال، يوجد صحابي قتل واحد قال لا إله إلا الله ولا لا؟ مسلم، افتح الصوت. لا يوجد. ما يوجد؟ لا يوجد. لما قال له النبي شققت عن قلبه. الرواية عن طريق عبد الرزاق الصنعاني الشيعي. بوم. عبد الرزاق الصنعاني مش شيعي. لا شيعي. لا مو شيعي، مو شيعي عبد الرزاق الصنعاني. أنا بثبت لك إنه مو شيعي. لا تكذب على الناس، لا تكذب على الناس. شفتوا يا جماعة؟ شوفوا قبل شوية الناصب اللي كان قبله يقول يستدل علينا بشيعي، هسه هذا يقول ما أخذ بشيعي. شفتوا اضطرابهم؟ شفتوا اضطرابهم؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الخير في صحابي قتل واحد قال لا إله إلا الله، قالها خوفا، لماذا لم يقم عليه الحد؟ يلا واحد. يلا لماذا لم يحكم بما أنزل الله؟ يلا أنت تقول إنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حبيبي ابن العربي قال يجوز لولي الأمر تأخير القصاص إذا أدى إلى فتنة. سيدنا علي بن أبي طالب أخر القصاص، هذا حقه، ولي أمر، هو اللي يشوف المناسب. ماشي؟ يظل شيء ما جاوبنا، ما تكلمنا عنه؟ اتكلمنا عنه، عن كل شيء أنت سويته اتكلمنا. طيب بدي أسألك سؤال، هل معاوية حكم بما أنزل الله واقتص من قتلة عثمان؟ افتح الصوت.
نعم نعم، في معركة صفين جزرهم. من قال أنهم في معركة صفين اختص من قتل عثمان؟ أعطيني اسم واحد من قتلة عثمان كان حي ومعاوية لم يعاقب. يلا هذا التحدي لك. من هم قتلة عثمان أصلا؟ مين هم قتلة عثمان؟ من هم؟ شو اسمهم؟ اللي قتلهم صفين من هم؟ يعني سمي لي إياهم يلا. أعطيني وقتي يا أستاذ كابوس. الآن يا أخوان، الآن وقتي لك حق مين الرأي. قتلة عثمان الآن وقتي. اللي اختص منهم بالمعركة؟ دقيقة أبو يزيد، خلينا نسمع الإجابة. تفضل سميلة. أبو يزيد يطالبك، راح يعيد الوقت دقيقة. أبو يزيد طالبك أن تذكر أسماء الذين قتلوا عثمان في معركة صفين. اختص منهم في صفين. الآن جدا السؤال بسيط. أبو يزيد هو بنفسه جاوب نفسه، قال قتلت عثمان. أبو يزيد هل قتلت عثمان معلومين أم غير معلومين؟ أبو يزيد حسب كلامك نعم. لا، أنا سؤالي إلك أنت عقيدتك معلومين أم غير معلومين؟ حسب كلامك أنت نعم. أنا سؤالي عنك أنت، عقيدتك معلومين أم غير معلومين؟ أنا سؤالي عندك أنت أنا سؤالي إلك معلومين أم غير معلومين؟ سؤالي عندك معلومين أم غير معلومين؟ أنا بسأل عنك أنت. أنا سؤالي سؤال عام. يلا أبو حسن، قتلت عثمان معلومين أم غير معلومين؟ خلينا نشوف صاحبك يجاوب لو لا. أنت عندك معلومين. سؤالي أنت عندك معلومين أم غير معلومين؟ يا حبيبي أنت قلت علي ما تخاف تجاوب. يلا يعني مو مشكلة. معلومين. شوفوا يا أخوان، يعني راجعوا التسجيل. يلا معلومين. وقتي هذا وقتي. شوفوا يا أخوان، شو يقول أبو يزيد؟ يقول قتلت عثمان، هو ورط نفسه. قال معاوية لماذا لم يقم القصاص على قتلة عثمان وقتلة عثمان غير معلومين؟ إذا هم يا ذكي، إذا هم غير معلومين شلون هو يعلمهم؟ إذا هم غير معلومين من يقتل إذا هم غير معلومين؟ مداخلة صقر قريش. أنت قلت لقد اقتص منهم في معركة صفين. هو يعني سألني. معلومين عندك ممكن توضح. هو سألني أي، لأن جيش علي معروف أن جيش علي كله قتلة عثمان. جيش علي كله قتلة عثمان. أعطي دليل هسه. هو طالبك يريد دليل. تفضل. جيش علي كله قتلة عثمان، ما يحتاج. أعطيك دليل حتى اللي تم قتلهم مالك الأشتر من ضمنهم قتلوا حتى بعد المعركة. يلا أنا سؤالي، قتلت عثمان معلومين أم غير معلومين؟ هذا سؤالي. لا تقلب رد سؤالي علي. السؤال بسؤال لا يجوز أستاذ العزيز. رد السؤال بسؤال لا يجوز. أنت يلا. ادعيت قلت انه قتلهم في معركة صفين، صح لو لا؟ زين. قتلهم في معركة صفين من هم؟ وضح لنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخبار المدينة المنورة للنبي شبه النميري البصري. سألوا أم المؤمنين رضي الله عنها قالوا فيما قتل عثمان؟ قالت قتل مظلوما لعن الله قتلته، أقاد الله ابن أبي بكر به ورمى الأشتر بسهم من سهامه. وماذا أقدر أشوف؟ ودم ابني بدير على ضلالة. وهل قدم ابني بدير على ضلالة؟ ثواني. يلا هنا تقول ورمى الأشتر بسهم من سهامه. هذا الخبر إسناده حسن. يلا إسناده حسن. إذا كل قتلة عثمان تم اقتصاص منهم، تم قتلهم جميعا. مالك الأشجار، محمد بن بكر اللي سوى له باربيكيو بمصر. بس أخبار المدينة العوض الجهني صح؟ سؤالي احنا جدا بسيط. بس دقيقة. سؤالي لا تقاطعني. عد الوقت كابوس. عد الوقت. لا المصدر بس يعطيني المصدر. عد الوقت. استاذ العزيز، وانت طلبت مني من المداخلة فراح اعطي الوقت لابو يزيد. تفضل ابو يزيد. لا بس المصدر. بس اخوي قاطعني، ما يصير يقاطعني. انت طلبت مني من المداخلة استاذ العزيز. تفضل ابو يزيد رد. المصدر خليه يعطيني المصدر. اخبار المدينة. شنو اخبار المدينة؟ اخبار المدينة المنورة الحافظ ابي زيد عمر بن شبه النميري البصري. طيب خلاص خليها المرة الجاية هاي. طيب الان وين؟ يعطيني اسماء القتلة اللي بصفين. نعم يعطيني اسماء القتلة الذين اختص منهم معاوية في صفين. تفضل افتح الصوت. يلا. اعطينا. هو سؤاله كان هل معاوية اقتص من قتلة عثمان؟ نعم. ما هي اسمائهم؟ محمد بن ابي بكر، ابني بديل،
والأشتر، ذولا كلهم قال فما منهم أحد إلا أصابته دعوته، كلهم قتلوا، كلهم قتلهم يا معاوية حبيبي رضي الله يا عنه. استاذ اعطيني كلهم قتلهم مثلاً. معاوية رضي الله عنه. احنا مو هذا السؤال. مثلا احنا اعطيناك اسماء القتلة، اعطيناك اسماء بعض القتلة، اعطيناك اسماء رؤوس القتلة، اعطيني اعطيناك اسماء رؤوس وين القتلة، الدليل؟ وين الدليل؟ اعطيناك رؤوس القتلة. وين الان الدليل؟ نتحداك ان تاتينا باسم واحد من قتلة عثمان قام عليه القصاص. استاذ صقر دليلك ضعيف. الاسماء اللي ذكرتها ما قتلوا في معركه صفين، ما قتلوا في معركه لا موجودين حبيبي كابوس، انت بس نظم الحوار حبيبي، انت بس نظم الحوار، بس نظم الحوار انت. انا اريد يعطيني مثلا، يقول لي مالك الاشتر يثبت لي انه شارك بقتل عثمان، وبعديها يثبت لي انه قتل في صفين، وكل الاسماء اللي قالها هيك يثبت لي اياهم. يلا هات المصدر. تاريخ المدينة المنورة لابن أبي شب النميري البصري، الصفحة 277. قالت أم المؤمنين قيل لها فيما قتل أمير المؤمنين عثمان؟ قالت قتل مظلوما لعن الله قتلته، أقاد الله ابن أبي بكر به وهراق دم ابني بديل على ضلاله، ورمى الأشتر بسهم من سهامه، وساق إلى عين بني تميم هوانا في بيته. قال فما مات أحد منهم إلا أصابته دعوتها، والخبر إسناده حسن. خلاص احسنت. خلاص. طلق بن خشاف مجهول. لا، طلق بن خشاف صحابي مجهول. حسب رأي المحقق صحابي. انت مو محقق اصلا. طلق بن خشاف مجهول. يلا طلق يلا طلق بن خشاف مجهول. طلق بن خشاف صحابي. مجهول. صحابي ما لي علاقه. روايتك انت صح. انت مقلد، انت مو محقق، انت مقلد. لا، طلق بن خشاف مجهول. انت مقلد حبيبي، انت مقلد. طلق ابن خشاف مجهول. طلق بن خشاف. الروايه سقطت لان صاحبها مجهول. لا حبيبي، انت اول شيء كابوس، انت ما يصير تنطي رايك. اول شيء انت بس منظم حوار. انا منظم وكمل. اي ما احتاج يعني الرفري، لو رفري اصلا ما في عندك يعني. شوف يا جماعه، تعالوا ثواني. عفوا تاج راسي، انتهى وقتك، راح احط وقت الصقر بعدين ارجع لك. تفضل استاذ شوفوا صقر. يا جماعه، تعال استنى. طلق بن خشاف مجهول. وقتي. رد علي بوقته. تفضل وقتك. ماذا تفضل يقول صقر. المحقق اللي هو الدكتوراه في المملكة العربية السعودية؟ يقول والخبر إسناده حسن. يقول والخبر صحيح غير الطلق وهو الثقة. قلت طلق بن خشاف، الراجح أنه شنو؟ بوم صحابي. طلق بن خشاف صحابي بوم. الآن جاوبنا أبو يزيد، نتحداك أنه تعطينا اسم واحد من قتلة عثمان أقام عليه القصاص وقال بدم عثمان، علما أنه علي بن أبي طالب اعترف نفسه قال لن أقيم القصاص. صح لو غلط يا أبو يزيد؟ هل علي اعترف أنه لن يقيم القصاص؟ فنتحدى أن يجينا واحد علي أقام عليه القصاص. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية جدا مهمة، علي بن أبي طالب بنفسه يسقط خلافته. ثواني. علي بن أبي طالب نفسه في المصنف لابن أبي شيبة فيقول حق على الخليفة أن يبايع إذا قام حدود الله، فإن لم يقم حدود الله فلا بيعة له. إذن علي بن أبي طالب سقطت. الآن تحدينا أبو يزيد عدة تحديات. الأولى نتحداه أن يأتينا باسم واحد من قتلة عثمان قام عليه القصاص وقال بدم عثمان. ماكو، نتحداكم. أو علي كافر خلاص. نتحداك يا أبو يزيد، أتحداك واحد بس من قتلة عثمان. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية عن تحريق الصحابة ثابتة. علي بن أبي طالب حتى في كتاب أخبار صفين والنهروان والجمل ذكر، راح نطلع لكم. شوفوا يا أخوان علي بن أبي طالب كيف يحرق الصحابة وكيف كان يريد حرق أهل البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا أخوان علي بن أبي طالب ورغبته بحرق أهل البصرة. صحيح أخبار صفين ونهروان وعامل جماعة. يقول علي بن أبي طالب يقول سمعت عليا يقول لا أغسل رأسي بغسل حتى آتي البصرة وأحرقها وأقود الناس وسوق الناس بعصاي إلى مضر. والخبر إسناده حسن. علي بن أبي طالب كان حتى يريد يحرق الصحابة بالبصرة وقتلهم بالبصرة.
علي بن أبي طالب ليس على منهاج النبوة، أثبتناه. أول شيء لم يقم القصاص على قتلة عثمان، بل بالعكس أنه قاتل الصحابة، حرق الصحابة، آذى أم المؤمنين. علي بن أبي طالب أثبتنا أنه ليس خليفة راشد، أنه أصلا غير مسلم، كافر علي بن أبي طالب. نتحدى أبو يزيد أن يأتينا باسم واحد من قتلة عثمان قام عليه على القصاص. يلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الخير، الرواية اللي جابها فيها شعبة شيعي، آخر رواية جابها احتج عليه برافضي شيعي شعبة، روايتك ضعيفة. هاي أول شيء. اثنين طلق بن خشاف، هذا مين وثقه غير ابن حبان؟ وثقوا حدا غير ابن حبان الذي يوثق المجاهيل؟ هذا يا جماعة شوفوا روايته، هذا كتاب مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب، جزء 2 113. قال: الرابعة من حيث ساقط الاستشهاد طلق بن خشاف ابن بكر بن وائل. جايب لي حديث عن مجهول، جايب لي حديث ثاني في شيعي، تحتج علي به؟ تحتج علي بشيعي؟ كيف تحتج علينا بشيعي؟ ما هي أسماء قتلة عثمان الذين كانوا في صفين وقتلهم علي؟ السؤال معلق، ليش ما تجاوب؟ ليش ما نجاوب على السؤال يا جماعة؟ ليش ما بجاوب على السؤال؟ احنا ما نظل نعيد بالسؤال يعني؟ سامعين يا جماعة؟ روايتك اللي جبتها فيها شعبة. شوف، هذا كتاب المعارف لابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم. قال أول شيء ذكر أسماء الغالية من الرافضة، بعدين قال الشيعة، ذكر منهم شعبة. هنا أيضا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال لما ورد شعبة البصرة قالوا له: حدثنا عن ثقات أصحابك. قال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفير. انسى هذا إنه سولف عن صاحب الحكم، إحنا موضوعنا إنه شعبة الشيعي. حتى تدري إنه شعيب هذا اللي بعلق قال عن شعبة شيعي وضعفوه. الفيديو هسه قدر أشغل لك إياه. تحتاج براوي ضعيف عندكم، شلون تحتاج عليه براوي ضعيف عندكم انتم تضعفوه؟ يا كابوس بالله عليك، هل يجوز انه يحتاج عليه براوي؟ الرواية وردت عن شيعي فالرواية تعتبر ضعيفة. رواية وردت عن شيعي، الرواية ضعيفة. هذا شوفوا، هم نفسهم بضعفوه يا جماعة، وقولوا عنه رافضي. جايب لي حديث رافضي تحتاج على أبو يزيد السني به، بتجيب لي قتلة عثمان اللي كانوا بصفين وقتلهم سيدنا معاوية. يلا استاذ ابو يزيد انتهى وقتك، هسه نعطي الوقت. الصقر. بسم الله الرحمن الرحيم. الصقر راح اعطيك الوقت دقيقه، نعطيك الوقت. اول شيء تعطي قتلة عثمان، وثاني شيء تحاول تستدل بحديث اخر ما بشيء. تفضل استاذ العزيز. حبيبي اول شيء اعطيناه اسماء مالك الاشتر. انا سؤال كان الي: هل معاويه اقام القصاص على قتله عثمان؟ قلت له اي، معاويه اقام القصاص على قتله عثمان. الدليل اعطيته اربع اسماء: ابني بديل ومحمد بن ابي بكر ومالك الاشتر، انطيته 4، ما كان الواحد انطيته 4. هذا انتهى، لا تسالني هذا السؤال، انتهى الاستدلال، انتهى سؤاله هذا. سألني هذا السؤال الأول. السؤال اللي أنا سألته قلت له: أتحداك تعطيني أحد من قتلة عثمان كان على قيد الحياة. سجل هذا عندك يا كابوس. أبو يزيد، أتحداك أن تعطيني واحد من اسم قتلة عثمان كان على قيد الحياة ومعاوية يعرف به ولم يحاسبه. يلا سجله عندك، سجله. واحد من قتلة عثمان كان معاوية يعلم به ولم يحاسبه، بينما علي بن أبي طالب لم يقم القصاص. علي بن أبي طالب كافر، طلع من الإسلام. هاي الأولى. السؤال الثاني، أبو يزيد ممكن تفتح المايك؟ أبو يزيد ممكن تفتح المايك؟ جاوب على سؤالي. أنا جاوبتك على سؤالك. عندي سؤال بسيط. لا، ما جاوبت على سؤالي. عندي سؤال. هل تؤمن بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى في صحيح البخاري؟ مش موضوع.
مش موضوع. سؤالي جاوب، اتحداك تجاوب. هل تؤمن بحديث انت مني بمنزله هارون من موسى؟ يا اخي شو دخل هذا الحديث في سؤال الموضوع؟ تؤمن بي ولا ما تؤمن؟ بس سؤال تؤمن بي ولا ما تؤمن؟ علي ولا معاويه؟ هذا تؤمن بي ولا ما تؤمن؟ يا حبيبي احنا هذا مش موضوعنا. تؤمن بي ولا ما تؤمن؟ تؤمن بي ولا ما مش تؤمن؟ موضوعنا هذا. تؤمن بي مش ولا ما موضوعنا. تؤمن؟ تؤمن بي ولا ما تؤمن؟ يا اخي هذا مو موضوعنا. ابو يزيد صار يتهرب. لماذا؟ انا اجاوبكم. لماذا؟ لان حديث انت مني بمنزله هارون من موسى رواه شعبه بن الحجاج في صحيح البخاري، فان اسقط شعبه بن الحجاج اسقط هذا الحديث عن علي. بوم شيعي ما اؤمن به. بوم ابلع. ما اؤمن به، ما اؤمن بالحديث. خليتك سقط البخاري، اقسم بالله لا اسويك ناصبي. اذا ما سويك ناصبي تعال اعتب علي. هاي النقطه الثانيه. انا بحاورك على مبانيك. لا 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 حورني على مبانيك، انت ما عندك عقيده. انا دقيقة، اعمل مبانيك كتم اعمل كتم اعمل كتم بحاورك اعمل كتم اعمل كتم. بدون مهاترات تفضل اكمل سقط. السؤال الثالث يا استاذ كابوس، قال هذه روايه عن شعبه بن الحجاج. هنا شعبه بن الحجاج لا تدعم بدعته، لا تدعم بدعته، بالعكس هو يبين انه علي بن ابي طالب حرق الصحابه واراد تحريق الصحابه وقتل اهل البصره، فهي لا تدعم بدعته يا استاذ. الان السؤال اليتيم الوحيد اللي لازم علي يطلع به ابو يزيد، يطلع علي من الكفر يدخل الايمان، انه علي اقام القصاص على قتله عثمان على واحد منهم وقال هذا بدم عثمان، غير هذا ما راح أروح لا يمنى ولا يسار. ما خليك تهرب، ما خليك. اتحدى الجميع ان يعطيني اسم واحد من قتله عثمان اقام علي عليهم القصاص كي يطلعوا من الكفر وترجعوا الايمان. يلا انتهى وقتك، تفضل ابو يزيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء شعبة بن الحجاج عندك انت شيعي وما ما يؤخذ به بالحديث. نعم هذا الحديث ضعيف. نعم حديث الراية، حديث المنزلة على مبانيك بس مش على مبانينا احنا السنة. انا بحاورك على مبانيك، وانت لما تقول جيب لي رواية يقول لك هذا شيعي، الرواية ساقطة على مبانيك انت. نعم هاي الرواية ضعيفة على مبانيك لانه فيها شعبة رافضي. يعني انت نفسك تجلد حالك بحالك. جايب لي شعبة يقول عن الأشتر، وجايب لي شعبة نفسه يقول عن علي أنت مني منزلة هارون موسى. صحيح البخاري كمان. بالله عليكم يا شباب، شفتوا واحد يجلد حاله زي صقر؟ جايب لي رواية شعبة بالبخاري عشان يثبت أنه علي من النبي منزلة هارون موسى. يعني يرد على نفسه. لو أنك ما جبتها أحسن والله. أنا بحاورك على مبانيك. الآن أنت قلت أن معاوية أقام القصاص على قتلة عثمان في صفين. شو اسمائهم وأثبت أنهم قتلوا عثمان. اعطيني روايات، مش تقول لي أثبت قتل كذا وهؤلاء هم كذا. اعطيني روايات، اعطيني أدلة. عندك أدلة ولا لا؟ انت استاذ ابو يزيد تريد دليل انه هاي الاسماء الاربعه اللي عدتها كانوا موجودين في واقعه اغتيال عثمان، اليس كذلك؟ اريد نوقف الوقت ويعطيني اسم مصدر. يعني مثلا الاشتر يعطيني الروايه ونراجعها، بعدين يعطيني انه معاويه قتل الاشتر في صفين، وهكذا الاسماء اللي ذكرها. راح اتنازل طلبك وراح اوقف الوقت، راح احول الامر الى سجال ويثبت لك انه هذا الاسم شارك في قتل الخليفه الثالث. تفضل استقل زمانك، افتح مايك راح عن الوقت. طيب هذا من وقته. انا من وقته. يلا، هل ام المؤمنين صادقه عندك ام كاذبه؟ ام المؤمنين صادقه. شكرا. في شيعي. شكرا. خلاص. ام المؤمنين رضي الله عنها في كتاب تاريخ الأخبار، في كتاب أخبار المدينة المنورة لابن أبي شبة النميري البصري، تقول هنا قيل فيما قتل أمير المؤمنين عثمان، ضعيف هذا. قالت قتل مظلوما لعن الله قتلته أقاد ابن أبي بكر به وهراق دم ابني بدير على ضلاله. خليني أكمل. ورمى الأشتر بسهم من سهامه. لا تقاطع. ورمى الأشتر بسهم من سهامه. الخبر اسناده حسن وطلق من خشاف صحابي. بوم. مين وثق؟ لا تجي قلمتها لأظافرك اليوم.
لا تجي. مين وثق طلق؟ مين وثق طلق وقال المحقق. انت مو محقق، انت مقلد. مين هو المحقق؟ مين المحقق هو اثنين. يلا اجاوبك منهم. يلا يلا. اجاوبك منهم الا تثبت لي عدم يلا، وشو وثاقتهم. دليل يلا. إنه صحابي؟ الاول شو دليل إنه صحابي؟ تفضل. الاول اللي حقق الكتاب فضيلة الشيخ أستاذ دكتور حافظ بن محمد الحكمي، والثاني دكتور معاذ عبد الرحيم خوجة. يلا طلع لي إياهم. يلا طلع لي من لم يوثق هؤلاء الاثنين الدكاترة من المملكة. يلا لا تجيب لي. انت مو محقق، انت مو محقق، انت مقلد، انت مقلد، استنى انت مقلد. استنى يا كابوس بالله عليك. الآن سؤالي الوحيد اليتيم كابوس. دقيقة. بال 2020 واحد بال 2020 استاذ صقر يقول عن واحد دقيقه ابو واحد يزيد. بال 2020 يقول عن راوي شخص ضعيف. دقيقه قال لك هذا الشخص ضعيف. كل روايه مرادف لها بغير كتاب. تقدر تجيب لنا الروايه من غير كتاب لو بس ما الكتاب موجوده. شوف شايف هذا طلق بن خشاف مجهول. هذا مجهول وطلعنا لك انه مجهول ولا يحتج به. هذا كتاب مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا هنا انت ضعفت ابو يزيد. يا سلام طالب من صقر قريش يجيب لك من الرابعة الرواة يتكلم عن الرواه اللي رتبهم عنده. المرتبة الأولى بالصحة أعلى المراتب. الثانية حديثهم يحتج به في رتبة الحسن وهم أنزل درجة مما قبلهم. الثالثة من حديثهم ضعيف لكن لا ينزل عن رتبة الاستشهاد. الرابعة من حديثه ساقط الاستشهاد وهو قال عنه الرابعة من حديثه ساقط الاستشهاد طلق بن خشاف. يعني هذا ساقط. جايب لي واحد ساقط مجهول تقول عنه صحابي؟ يعني مش عارف أنا بالله عليكم يا أخوان. أنت جايب لنا واحد مجهول وتقول عنه صحابي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أبو يزيد لحد الآن يا طارق. أستاذ سجاد سؤالنا. دقيقة أستاذ سجاد أريد نتداخل. دقيقة. هذا الحوار. أيوة خلاص وقف خليه يجيب لي التوثيق. تفضل. مين اللي قال؟ الهيثمي صح؟ لا الهيثمي صح؟ دقيقة. لا اللي قال المحقق طلق بن خشاف الراجح أنه صحابي كما سبق. صحابي. حلو. صحابي. أنا مالي علاقة. المحقق قال صحابي. دقيقة حبيبي. دقيقة. خلي يكمل. دقيقة. يلا تفضل. خلي الآن مداخلتي وهي أعتقد المداخلة الأخيرة. الآن لحد الآن كان السؤال هل علي خليفة راشد رابع؟ أثبتنا أنه علي بن أبي طالب لم يكن خليفة ولم يكن راشد أصلا، لأن علي بن أبي طالب قتل الصحابة، رسول الله لم يقتل الصحابة. هل كان علي على منهج النبوة؟ لا. علي بن أبي طالب حرق الصحابة، رسول الله لم يحرق الصحابة. الرسول فتح البلاد في سبيل الله، علي هل فتح البلاد في سبيل الله؟ لا. علي قتل المسلمين ولم يفتح البلاد في سبيل الله. علي بن أبي طالب هل أقام الحدود؟ علي لم يقم الحدود. السؤال الوحيد اليتيم نتحداك يا أبو يزيد أن تأتينا باسم واحد من قتلة عثمان أقام عليه القصاص وقال بدم عثمان وعلي يبقى كافر، وما قدروا عزوا السلفية أن يرجعون علي للإسلام. يلا عزوا السلفية أن يرجعون علي للإسلام. هذا السؤال الأخير أعطيه دقيقة، إذا ما قدر عم تنتهي المناظرة والناس تأخذ مداخلاتها. يلا واحد. أبو يزيد هل علي قتل أحد قتلة عثمان؟ جاوبني نعم أو لا. أبو يزيد جاوبني. هل علي قتل أحد قتلة عثمان؟ لا تغير. سؤالي بسيط. لا تغير الموضوع. سؤالي بسيط. هل علي قتل أحد قتلة عثمان؟ سؤالي بسيط يا أخي أنت ليش تغير الموضوع؟ سؤالي بسيط. جاوب. جاوب أنت أمام صقر. لا ما راح أجاوبك إلا تجاوب. جاوب. هل علي أقام القصاص على أحد قتلة عثمان؟ جاوب نعم أو لا. جاوب. أتحداك. جاوبني أنت أول. أتحداك. أتحداك. هل علي أقام القصاص على أحد قتلة عثمان؟ أتحداك. يلا جاوب نعم أو لا. طيب خلاص. يلا أنا مع الناصبي شيعي ومع الشيعي ومع الشيعي ناصبي. يلا أتحداك. جاوبني بس سؤال واحد كابوس. سؤال خلي جاوبني نعم أو لا. هل علي قام القصاص على أحد قتلة عثمان؟ استنى
نعم أقام. اعطيني اسم واحد من قتلة عثمان علي أقام عليه القصاص. الخوارج اللي كفروه قتلة ما عثمان. كفروا إله، مو كفروا عثمان، أريد اللي قتلوا عثمان. هم نفسهم. لا مو نفسهم. واحد من قتلة عثمان أقام عليه القصاص. يلا اصبر. طيب افتح آخر مصدر فتحته. مين اللي وثقه؟ افتح آخر مصدر. افتح آخر توثيق فتحته. أي توثيق. توثيق طلق بن خشاف. افتح اللي حققه هو اللي افتح على المحقق، على صورة المحقق اللي كنت فاتحها. هذا المحقق الكتاب. يلا أعطيك اسمه وراجعه. أعطيني عدم وثاقته. أو افتح أنا بدي تفتح الناس يشوفوا. مش حافظ بن محمد الحكمي. افتح الهيثمي شو قال؟ لا الهيثمي ما له علاقة بطلق بن خشاف. لا له علاقة. لا الهيثمي ما قال عن طلق بن خشاف قطعا. لا افتح يا أخي افتح. دقيقة، هذا كلام المحقق. افتح يا رجل أنت مش عارف شيء. افتح دقيقة. قال الهيثمي في المجمع. أيوة. المجمع الزوائد. أيوة. 8408 رواه الطبراني ورجال الصحيح. أيوة. غير طلق. أيوة. وهو ثقة. هنا انتهى. قلت دقيقة، خلي كمل. قلت المحقق هنا قال قلت طلق بن خشاف الراجح انه صح. هذا كلام المحقق ليس بن حجر، ليس الهيثمي قصدي. الهيثمي. طيب هذا ليس الهيثمي. قلت طلق بن خشاف. قال الهيثمي وهو ثقة. الهيثمي وثقه صح. طيب أنا عندي المحقق قال طلق بن خشاف صحابي. خلاص الصحابي ثقة. طيب عدل. بعد بناء على توثيق الهيثمي الصحابي ثقة عدل. أنت تجيب لي الآن واحدة من الاثنين. أنت لازم تجيب لي دقيقة. أنت لازم تجيب لي إنه ذول الاثنين أخذ لهم صورة. يلا جيب لي إنه ذول الاثنين غير ثقة، اللي هو حافظ بن محمد الحكمي. هذا الإصابة في تمييز الصحابة. لا جيب لي معاذ بن عبد الرحيم الخواجي. جيب لي ذول إنه غير ثقة. يلا ذول موثقين بالمملكة. طيب اصبر. يعني انت ما حد يعرفك. ذول يعرفون بالمملكه، يمشون يروحون يجون يعرفون. انت ما حد يعرفك. الان ذكر قول الهيثمي. طيب الهيثمي يا جماعه ذكر الهيثمي نفسه اللي وثق هذه الروايه، قال اسنادها حسن. الروايه وثقها باسناد الهيثمي حسن، بعدين قال قول المحقق انه صحابي. الهيثمي اللي قال اسنادها حسن اللي جاء تحتج عليه بتصحيحه، الهيثمي صحح روايه انه النبي قال لعلي سيكون بينك وبين بين عائشة أمر، قال أنا أشقاهم يا رسول الله، قال ولكن إن كان ذلك فرددها إلى مأمنها. والهيثمي قال رجاله ثقات. والهيثمي أيضا كلاب الحوأب، الهيثمي قال رجال أحمد رجال الصحيح عنها. كلاب الحوأب طعن فيه يحيى بن سعيد القطان في السير الجزء الرابع صفحة 200. بوم. استنى لا تقاطع. الهيثمي ذكر رواية الجمل الأدبب كلاب الحوى بطريق آخر وقال رجاله ثقات. تأخذ تصحيحات الهيثمي تحسين إسناده للرواية جبتها مع التصحيحات هاي كلها تبعت الهيثمي تأخذهن. شوفوا الهروب مالته. الهيثمي لما جاب قال غير طلق بن خشاف وهو صحابي. المحقق قال صحابي. احنا كلامنا بطلق بن خشاف يا حبيبي. طلق بن خشاف صحابي. طلق بن خشاف صحابي. كل هاي الروايات طلق بن خشاف صحابي. السلام عليكم. كلمة من فضلكم كلمة الآن. انتظر دقيقة أخي الكريم. أحسنت السجاد، أحسنت وأجدت في إنصاف بين الطرفين. الآن الناس موجودين معنا على الجست. السجاد أقل لكل شخص كلمة، ولكن عندي شرط واحد، ينزل أي شخص يتجاوز. طلب مداخلة أستاذ عبد الله بس. كل يتداخل ويطرحوا أسئلة على المحاورين، على أبو يزيد وعلى الصقر، بشرط كل ما يتجاوز يا السجاد أنزل كيفما كان. بس اقول اخر شيء. شوفوا يا جماعه، اذا هذا صغر قريش هسه لو قلت له تاخذ هاي الروايات الصحاحه الهيثمي راح يقول لك لا نرجع للسند، وانا ما اخذ اسناده حسن للهيثمي وارجع للروايه واطلع لك انه هذا الرجل مجهول. احسنت. اذا مشكلتنا بطلق من خشاف. طلق من خشاف صحابي. بوم انتهى الحوار. طيب شكرا. الاصابه في تمييز الصحابه.
خلاص صحابي صحابي أكثر من سفينة. هذا عندك ذكروا سفينة. انه تابعي ويروي عن عثمان صحابي وعائشة. أكثر من سفينة ذكروا انه صاحبك. تابعي. ذكروا انه صحابي تابعي. أكثر من سفينة صاحبك. ذكروا انه تابعي. صحابي أكثر من سفينة. صحابي أكثر من سفينة تعتمدون عليه. إصابة ابن حجر العسقلاني. هيا صحابي طلق من خشاف. صحابي انتهى الحوار. عجز أن يأتينا بسماحة قتل عثمان قام عليه القصاص. حتى لو كان تابعي اكو واحد جرحه. مجهول. اعطني واحد جرحه. مجهول. يعطيني حدا وثقه غير ابن حبان. ابو الوليد وقت لابو يزيد. تفضل ابو يزيد بين لا خذ ابو يزيد صار له ساعتين يحكي اخويا. اعطوني عالم وثقه غير ابن حبان. تفضل يلا. صار له ساعتين يحكي. يلا الان لا هذا انتهى الحوار. احنا سؤالنا اللي ما زال هل علي من وثق طلق غير ابن حبان يا رجل؟ جاوبني. احسنت. الصحابي لا يحتاج الى جرح وتعديل. الصحابي اصلا ثقه وعدل. شكرا بوم. ليس صحابي. صحابي انتهى صحابي. ابو يزيد صقر لم يثبت انه صحابي. ابو يزيد من فضلك، الناس تنتظر الساعه ساعتين وتسمع لكم، هو من حقهم الكلام. الان أي من هم في القسط يسالون المتحاورين، يسالون صقر قريش وابو يزيد ويختارون الاسم، وتعطي السجاد لكل شخص 3 دقائق بدون استثناء بشرط كما قلت لك. وهذا عندي في هذا البث بالضبط. يتجاوز ينزل ولو كان اخي، يتجاوز على اي رمز من الرموز ينزل ولو كان ابي وامي. تفضل. طيب طبعا مداخله راح ناخذ. بس خليني اكو ابو الوليد دقيقه. ابو يزيد اكو دقيقة واحدة. سيد طارق العفو طلبت مداخله. استنوا يا جماعه. انهي بس خلينا انهي. لا دقيقه. تفضل. لا خلاص انا اخذ مداخله. لا ما يصير. اعطيه القنبله الاخيره. انتهى الكلام. استنى. انتهى الكلام لان انا عندي كلمات ما حكيتها. لا مداخله. انتهى الكلام. استنى. لا اعطيني اخسر مداخلتي. خلاص. استاذ عبد الله انا بنهي المداخله. استاذ عبد الله صار اخذ مداخلتين اضافيه. استنى. ابو يزيد راح اجل مداخلتك دقيقه. صار اخذ مداخلتين اضافيه. وانا بنهي. يلا اعطيني مداخله وانا بنهي. طلب اخوي راح اجل مداخلتك دقيقه. نسمع السيد